في إطار التتبع المستمر والمكثف للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، ترأس السيد كريم قسي الحلو والي جهة مراكش آسفي يوم الأربعاء 23 غشت الجاري رفقة محمد الإدريسي، عبد العزيز بوسعيد وخديجة بوحراشي نواب رئيس جماعة مراكش المكلفين بقطاع الطرق والبنيات التحتية وقطاع النظافة وقطاع حفظ الصحة، اجتماعا للجنة القيادة الخاصة لتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضاري لمدينة مراكش. ومباشرة بعد نهاية الاجتماع وفي نفس الإطار قام والي الجهة بجولة تفقدية لأوراش المشاريع التي تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة، حيث كانت مناسبة اطلع خلالها الوالي والوفد المرافق له على سير أشغال تهيئة شارع عبد الكريم الخطابي، شارع عبد الله إبراهيم، طريق قماسة، شارع أبدال، شارع المهدي بن بركة، شارع اليرموك، شارع الشهداء، وشارع حمال الفطواكي. كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها، حيث قدمت للوفد شروحات مختلفة حولها. وفي هذا الصدد شدد والي الجهة على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات مدينة مراكش. والي مراكش كان مرفوقا خلال هذه الأنشطة علاوة على نواب رئيس جماعة مراكش بالكاتب العام لعمالة مراكش والكاتب العام للشؤون الجهوية ومدير شركة التنمية المحلية باس سيتي متجددة ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وممثلة المديرية الجهوي للإسكان وسياسة المدينة والسلطات المحلية والأمنية المعنية، علاوة على رؤساء الأقسام التقنية بالعمالة وجماعة مراكش.